في ناس بتضيع سنين مش لأنها ضعيفة، لكن لأنها بتكمل في وقت المفروض تغير فيه، وبتغير في وقت المفروض تكمل فيه. النهاردة هنعمل مع بعض اختبار 60 ثانية بس يطلع لك القرار الصح. خليني أوضح، التعب مش دليل إنك غلط، بس في نوع من أنواع التعب اسمه تعب طبيعي، وده كل الناس بتعدي بيه. وفي نوع تاني اسمه إنذار، ده لما تحس بيه اعرف إن الطريق ده غلط. الفرق بينهم مش تحفيز، الفرق في الاختبار ده. خلينا نبدأ الاختبار وجاوب بنعم أو لا بسرعة ومن غير تبرير. هل كل مرة بتتعب فيها بتغير الخطة كاملة بدل ما تغير طريقة التنفيذ؟ السؤال التاني، هل عندك تقدم حتى لو صغير بس واضح، ولا مفيش أي إشارات إنك بتتحرك خالص؟ السؤال التالت، هل أنت فاهم أنت بتعمل ده ليه، ولا داخل عشان الناس بتعمل ده؟ لو طلع معاك نعم في سؤالين أو أكتر، غالبا أنت مش محتاج تصبر، أنت محتاج تعيد الاختيار. لو طلع معاك نعم مرة واحدة بس، أو ما طلعش معاك نعم خالص، يبقى غالبا دي مرحلة طبيعية بس محتاجة تعديل بسيط في التنفيذ. فاكر الشورت اللي كنا عملناه قبل كده عن التوقيت الغلط بيضيعك؟ نفس الفكرة هنا، ساعات القرار الصح بس توقيته غلط، وساعات الطريق صح بس طريقتك في تنفيذه هي اللي غلط. لو عايزنا نكمل السلسلة دي عملي، اكتب لي في التعليقات أنا واقف في النص، وقول لي أنت في طريق إيه، وأنا هقول لك تكمل إزاي ولا تغير أصلا الطريق نفسه. شوية أسئلة بسيطة كده هسألها لك.